بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم جماهير نادي الزمالك. فيديو النهاردة فيديو تحليلي لمباراة الزمالك وبلدية المحلة بعد الماتش، ونبدأ على طول بتحليل المباراة. الزمالك بدأ المباراة بتشكيل مكون من محمود الشناوي في حراسة المرمى، باك يمين محمد إبراهيم، باك شمال محمد عاطف، سرد باكين مجدي والزناري، قدام في نص الملعب محمد السيد، محمد أشرف رؤى، قصادهم ثلاثة شيكابالا، سيد عبد الله، نيمار، ومهاب ياسر، قدام راس حربة وحيد ناصر منسي. بدأت المباراة بصينا لنا بلدية المحلة عاملين ضغط عالي على لعيبة الزمالك. طبعا هما لاعبين ضغط عالي على أساس يعملوا حالة من الارتباك لدفاع الزمالك. دفاع الزمالك ما بيطلعش بالكرة كويس لأن ما عندوش لاعب بيقدر يقف على الكرة ويمسك كرة ويباصي. المهم لعيبة البلدية ابتدوا يضغطوا على دفاعات الزمالك. دفاع الزمالك حاول يطلع بالكرة كتير، لكن كان بيحصل أخطاء في الطلوع بالكرة. مشي الماتش على الوضع دوت. طبعا كان في ضغط هنا وضغط هنا. طبعا البلدية برضك تمركزاته كانت بصراحة في التمركزات في الضغط العالي كانت كويسة. لعيبة الزمالك اللي هم السردباكين واللعيبة الأطراف اللي في الدفاع ما بيقدروش يتحكموا في نفسهم في الطلوع بالكرة. المهم اضطر شيكابالا كان بيلعب في الجناح اليمين، اضطر ان هو ينزل لنص الملعب، وكان ساعات بيروح يمة الشمال، ساب مركزه عشان يضغط على الجبهة اليمين لفريق بلدية المحلة، لأن هم كانوا ضاغطين على محمد عاطف في الشوط الأولاني. بلدية المحلة كان بيلعب بسيستم إن هو بيجمع كرة ناحية الشمال، يجمع الكرة ناحية الشمال وتتلعب كرة كروس للجناح بتاعهم اليمين ورا خلف محمد عاطف. هم كانوا بيلعبوا الكرة دي طول الشوط الأولاني وعملوا منها خطورة طبعا، لأن محمد عاطف هو لاعب شاب وكل حاجة، بس السرعات عنده برضك، هو رامي عليه لعيبة عندهم سرعات برضك. المهم مش الماتش على الوتيرة ديت، ضغط هنا ضغط هنا. هم جالهم هجمات بصراحة والزمالك جاله هجمات، بس حراس المرمى كانوا متألقين في الشوط الأولاني، وما كانش ما فيش فريق قدر يعني يفرض كلمته. لأن كده لو بصينا على الماتش هنلاقي إن كل فريق ممكن يحرز في التاني في أي لحظة. وانتهى الشوط الأولاني بتعادل الفريقين 0-0. الشوط التاني بصينا لنا لعيبة الزمالك بقى عندهم يعني ميل للهجوم أكتر. ابتدوا يضغطوا جامد على فريق بلدية المحلة، ابتدوا يلعبوا الكرة من لمسة واحدة، اللعبة ابتدت تتمركز صح، ابتدى في ضغط على فريق البلدية. فريق البلدية لما الزمالك لعب ده اتلخبط شوية في الأداء، ابتدى الزمالك يبان شكله أحسن من الشوط الأولاني. وعلى عكس المتوقع الكرة كانت لعبت للبلدية من ناحية اليمين، لعب البلدية الكرة اتاخدت منه، دخل عافر فيها، وطبعا هي الكرة مش بتاعته، ده هو عمل فرملة والتاكلينج، جاب الكرة وعدل نفسه وصلح وشاط. طبعا يسأل مدافعين الزمالك ونص الملعب ان ازاي لعب الكرة اتاخدت منه خلاص، يوم هو جاري وبأقصى سرعة وعامل تاكلينج واخدها ما بين رجليه ويعدل نفسه. طب هو عدل نفسه ما يلاقيش لاعب تاني يقوم ضاغط عليه ياخدها منه تاني، وراح شاط شوطة برجله الشمال قوية خبطت في ايد الشناوي، اتردت منه، لقت مهاجم بلدية المحلة حطها سهلة والجون. طبعا كان الشناوي واقع في الأرض. الزمالك انتفض بعد حصل له الأول حالة ارتباك أول 3-4 دقايق بعد الجون، لأن الجون جابه باغت، اللعبة ما كانتش متوقعة. ابتدى الزمالك يضغط، بعد كده ابتدى يفوق. شيكابالا مال بقى بيلعب تحت رؤوس الحربة، بعد عن الخطوط، ابتدى يلعب في النص قصاد الدايرة. المهم من كرة مرتدة بعد الهدف على طول اتلعبت من خطأ بلدية المحلة، جم طلعوا الكرة طلعوها غلط. جت لأشرف روعة، أشرف روعة غمزها لشيكابالا على دايرة 18. شيكابالا يدوب عدلها في نص متر وخدها برجله الشمال، جت على شمال الحارس بتاع بلدية المحل. بعد الجون ده الزمالك فاق خالص وابتدى يلعب باصات من لمسة واحدة، والأداء ابتدى يتحرك وبقى في سيمترية في الأداء. طلع شيكابالا ونزل ايشو، ونزل حازم أسامة، ابتدى يعمل وسامسون أكون ابتدى يعمل تغييرات جوزيه جوميز. بعد الجون التاني للزمالك، الزمالك جاله كبشة أهداف بقى، كبشة أهداف، ومفيش بقى راس يبقى يعني مفيش اللاعب اللي يخلص. يعني سامسون جاله كورتين لوحده، كورتين 2 اجوان ما يدعوش.
المهم في كرة تانية اتلعبت خطأ من بلدية المحلة. أشرف رؤى عمل تاكلينج، غمز الكرة لناصر منسي، أحرز الهدف التاني للزمالك. طبعا الزمالك بعد الهدف ده استفاق خالص وبقى بساطه صح وبتاع، فمن هجمة مرتدة لبلدية المحلة بصينا لقينا إيه، الكرة اتلعبت من ناحية الشمال لهم، اتلعبت كروس من ورا المدافعين. كان أحمد مجدي مراقب اللاعب رأس الحربة بتاعهم، رأس الحربة خد أحمد مجدي ولف. وطبعا احمد مجدي طبعا لاعب من فريق الشباب يعني، انا عايز يبقى عنده ذكاء شويه يعني. انت اللاعب واخدك في الست، انت مش مفروض ان انت تسيب له بقى متر ولا متر ونص يلف ويعدل نفسه. انت المفروض تظهر في ظهر على طول، ما يعرفش يلف، وحتى لو لف تكبس الكرة على طول. المهم طبعا عدل نفسه وصلح وشاط ولف. طبعا يسأل احمد مجدي عن الهدف، واحرز البلديه الهدف الثاني. وبقى الحكم حسب 5 دقايق وقت ضايع. وبعد ال5 دقايق انتهى الماتش على ما هو عليه 2-2، تعادل بين الزمالك والبلدية. وده كان تحليل بسيط لمباراة الزمالك والبلدية. كده كده الزمالك خلاص خد المركز الثالث، والبلدية كده هبط. وبكده ده يكون تحليل بسيط لمباراة الزمالك وبلدية المحلة. شكرا لكم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.